الزبده سيحتها قدامكم اهي، وادي كمان المرته. وما شاء الله انا عجبتني الزبده فوق ما تتخيل. حتى انت بتعملي كده، ما كناش نتوقع منك كده. لا 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 لا، خلاص احنا سكتنا فيك اتهزت. لا لا لا، خلاص احنا مش هنمشي وراكي تاني. وحتى انت كمان مشيتي في الطريق ده، احنا خايفين عليكي يا جماعه. اكيد مش هتخافوا عليا اكتر من نفسي، علشان خاطر الناس بتقول ده اليوتيوبرات بيجي لهم المنتج الاصلي اللي جودته كويسه، وبعد كده بيدونا الجوده اللي مش كويسه. قبل ما انزل المنتج اللي انا اعلنت عنه اللي هو بيور لاند الحلوب، اخدت وعد من صاحب الشركه ان المنتج اللي هيجيلي هو المنتج اللي هيجيلك في البيت لو طلبتيه. تمام. الزبده سيحتها قدامكم اهي، وادي كمان المرته. وما شاء الله انا عجبتني الزبده فوق ما تتخيل. تمام. وعلشان خاطر انتوا عارفين ان الزبده الفلاحي بقت غاليه على ناس كتير، وفي ناس بيبيعوها غشنها. فايه المشكله لما تجيبوا منتج يديكي الطعم والجوده اللي انت عايزاها؟ غلطت انا في ايه بقى؟ طيب بصوا، على فكرة انا بحبكم في الله، وشكرا انكم نصحتوني. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان. تعالي نعمل بقى بسبوسه رمضان بزبده بيور لاند الحلوب بعد ما سيحتها. شايفه الترميله عامله ازاي؟ والريحه بجد خطيره. اول حاجه عملتها بقى، نصلي على الرسول ونسمي الله. كوبايه من السكر في صينيه كده، وكوبايه الا ربع من سمنه بيور لاند الحلوب. وعلى طول هتبداي تولعي عليهم النار يعني متوسطه. هتضيفي عليهم كوبايه الا ربع من الحليب، وتبداي تقلبي فيهم كده يا دوب السكر يسيح وكمان السمنه تدوب. وهتحطي عليهم معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وهتديهم تقليبه لحد لما المكونات كلها تتداخل مع بعضها. وتطفي النار يا دوب الخليط ده يكون دافي. وتحطي عليه نص كيلو من دقيق البسبوسه السايب، 500 جرام من دقيق البسبوسه السايب، رشه ملح بسيطه، ومعلقه كبيره من جوز الهند اختياري. وتديهم تقليبه حلوه بالشكل ده. ما تقلبيش كتير، يا دوب بس تقلبي بخفه كده. مجرد ما المكونات كلها تدخل مع بعضها خلاص بطلي بقى ايه تقليب. هتجيبي صينيه مقاس 30، وهتدهنيها بقى شويه سمنه كده ايه بيور لاند الحلوب. وتوزعيه كويس، وتبداي تخبطي الصينيه خبطتين كده على رخامه المطبخ، وتدخليها الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. بعد كده تعالي نعمل الشربات بنفس الكوبايه اللي اخدتي بيها المقادير الاولانيه. هتاخدي كوبايتين ونص من الميه، كوبايتين سكر، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، عصره ليمونه صغيره. قلبي شويه، وهتسيب الشربات على النار يغلي لمده 7 دقايق. بعد كده هتحط رشه فانيليا وتطفي عليه. يا دوب اول ما الصينيه تبدا ان هي تتحمر من الجوانب تابعيها بقى. الفرن عندي حمر البسبوسه من فوق والجوانب في نفس الوقت. لو الفرن بتاعك حمرها من الجوانب ولسه ما احمرتش من على الوش، ولعي الشوايه شويه، واول ما تاخد اللون الخطير ده خرجيها، وعلى طول انزلي فوقيها بالشربات الدافي. طبعا البسبوسه لسه طالعه من الفرن والشربات دافي. هتسقيها على طول وتستني عليها بقى تبرد قبل ما تقدميها. البسبوسه بتشرب الشربات بتاعك، اعرفي ان هي ناجحه مليون في الميه. قدامكم والعينه بينه. عملت البسبوسه ببيور لاند الحلوب. الزبده الفاكيوم عملتها ما شاء الله زي ما انتم شايفين تحفه جدا. استني بقى على البسبوسه تبرد، وبعد كده هتقطعيها. شايفين اللمعه بتاعت البسبوسه عامله ازاي؟ خطيره بصراحه يا جماعه. انا مش هبطل اجيب بيور لاند الحلوب، الزبده خاصه بجد تحفه. هقطع البسبوسه واوريها لكم قد ايه مرمله وناجحه جدا من جوه. وبالنسبه اللي سالوني على اسعار بيور لاند الحلوب، اقدر اقول لكم ايه، ان انا هسيب لكم الرابط اللي تقدروا تستفسروا منه على كل التفاصيل، وكمان تطلبوها تحت في الكومنتات. بص الجمال وبص الترميله بتاعت البسبوسه، الله الله. تسلم ايديا وحياه عينيا، لازم تجربوا البسبوسه بنفس الطريقه.